لسه معاكم بنكمل فقراتنا. وفي الفقرة دي هنتكلم عن نقطة مهمة جدا بتهم أولادنا، وهي إزاي يستفيدوا من الأجازة الصيفية. الحقيقة الصيف أو الأجازة الصيف أول ما بتيجي أغلب الولاد بيبقوا عايزين يرتاحوا، عايزين يناموا أكتر، عايزين يحسوا إن هم مش مقيدين بحاجة معينة، مش هينزلوا في مواعيد معينة. طبعا جميل إنهم يريحوا، وده يعني حقهم، لكن أهم حاجة إن الأم والأب يراعوا نقطة معينة، إنهم يخلوهم يستفيدوا من الأجازة الصيفية في أكتر من حاجة. الحقيقة يعني ممكن يلعبوا مثلا نوع من أنواع الرياضة، ممكن يشتركوا في اي مثلا هوايه هم بيحبوها، يعني ننمي عندهم المواهب. فلازم يكون في حاجه مدعمه للاجازه، ما تبقاش بس اجازه كلها نوم وراحه من غير ما ننمي عندهم شيء ينفعهم. كمان في دور مكمل للأم والأب، وهو دور المدرسة. يعني في مدارس كتير فعلا في الأجازة الصيفية بتعمل أنشطة لأولادها الطلاب، زي مثلا الكشافة، زي مثلا مسابقات في ألعاب مختلفة زي الشطرنج، زي ألعاب رياضية. يعني في مدارس فعلا بتهتم بالنشاط الصيفي. تعالوا نعرف ازاي ولادنا يستفيدوا من الأجازة الصيفية مع دكتور شادي عابد، دكتوراه تكنولوجيا التعليم. أهلا بيك يا دكتور شادي، صباح اهلا الخير. وسهلا، صباح الخير. اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا. خليني اقول الاول، يعني ازاي بشكل عام كده الاجازه الصيفيه تبقى مفيده للولاد؟ احنا النهارده باذن الله وبنوجه كلامنا لاولياء الامور مم. في حاجتين لازم ناخد بالنا منها كويس قوي واحنا بنربي ولادنا: الصحه والفراغ. تمام. يعني ناخد بالنا كويس قوي من صحه ولادنا، وناخد بالنا من الفراغ لو سيبنا ولادنا له، لان الفراغ بيؤدي الى الاكتئاب، مم. بيؤدي الى التوتر، بيؤدي الى التاخر الدراسي. تمام. فاحنا بالنسبه للامهات، ودلوقتي احنا بنكلم الامهات، كل مشكلة واجهت ولادنا أثناء العام الدراسي هي فرصة علشان الطالب ده أو ابننا ده يكون مبتكر ويكون مبدع فيها. مم. يبقى كل مشكلة واجهتنا أثناء العام الدراسي كله هي فرصة. يعني احنا مثلا عندنا طالب خطه وحش، طب هيحسن خطه امتى؟ في الأجازة الصيفية. عندنا واحد عنده مشاكل، ظهرت عندنا ان هو عنده مشاكل، عنده عنف، مم. يبقى هو عايز يمارس رياضة. مم. عندنا واحد بيكذب، طب هو اللي بيكذب ده ما هو ابننا برضه، لازم يبقى ده عايز نوجهه للكتابة، للتصوير. يبقى عندنا مجالات كتيرة جدا 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 نوجه ولادنا ليها. انما حتة ان احنا نسيبهم للفراغ، لا، ما ينفعش نسيبهم للفراغ. مم. كل مشكلة واجهت ولادنا اثناء الدراسة هي فرصة للابتكار وللدعم، وعلشان يكونوا مبدعين فيها ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب هو في نقطه حضرتك قلتها مهمه جدا، ان احنا نسيبهم للفراغ. للاسف دلوقتي كمان ما بقاش فراغ بمعنى فراغ، ده دلوقتي في مشكله بتواجه البيوت كلها، وهي الانترنت ايوه، والموبايل. والموبايلات. اه. وبالتالي دي صوره موجوده في كل البيوت، ان الولاد دلوقتي بقوا مشغولين ال 24 ساعه بالانترنت. طيب، ايه الخطورة بتاعته؟ مم. لما انا بوجه ابني لنشاط داخل المدرسة او داخل النادي، رقم واحد انا بتعرف على اصدقائه اللي بيمارسوا معاه الرياضة. صحيح. ببقى عارفهم، وببقى عارف اهاليهم، وببقى عارف تاريخهم، ببقى عارف مدارسهم، سنهم. فانا ببقى مطلع وببقى مراقب وببقى راعي لابني. لكن الانترنت لما يكون ابني يعني زي ما بنقول كده عبد على شاشة، يعني مش عارف هو بيلعب مع مين، مش مم. عارف هو بياخد ثقافته من مين، تمام. بياخد معلوماته من مين، انا ما ببقاش عارف. فعشان كده بيبقى الدور بتاع الاب والام يكاد يكون مش موجود. انا مش مم. عارف اتابع. مم. مش عارف اتابع ليه؟ لان ابني مغيب عني. فعشان كده بوجه دايما اولادنا، وبوجه دايما اولياء الامور، دايما خدوا الولاد. يعني لا بديل عن دور المدرسه. مم. لا بديل عن دور المدرسه. حضرتك في المقدمه قلتي مدارس كتيره، هي مش مدارس كتيره، هي كل المدارس في كل محافظات مصر تعليمات مشدده. حضرتك هتخلص الامتحانات، مم. هتعمل يافطه، مم. وهتعمل لوحه مكتوب فيها الانشطه مم. في مكان بارز داخل المدرسه، تمام. وكل طالب يختار النشاط اللي هو عايزه. مم. الميزه بقى الحلوه السنه دي، والحاجه الجميله جدا اللي انا متفائل بيها جدا السنه دي، وجود عدد كبير جدا من المديرين مم. المدارس الجداد. تمام. هم اساسا كانوا مدرسين ومعلمين ومعلمات مبدعين، تمام. فعايزين بقى
يطلعوا من الابداع بتاعهم دوت لما هم بقوا مديرين. ففعلا عاملين انشطه جميله جدا وبيوفروا موارد. يعني دايما عندنا مشكله، طب النشاط موجود بس فيها مشكله عندنا الموارد بتاعته. يعني عايزين نلعب الولاد كور بس الكور مش موجوده. عايزينهم تصوير بس الكاميرات مش موجوده. الموارد هم علشان هم مديرين مبدعين فبيجيبوا حلول بره الصندوق. وبيوفروا فعلا بيئه وبيوفروا حاضنه للنشاط والابتكار. واحنا هنا بنوجه كلامنا للامهات اللي قاعدين دلوقتي يسمعونا، لو سمحتم روحوا المدرسه، اتكلموا مع المديرين والمدرسين. انا ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه هجيب لكم نماذج. احنا بقالنا شهر اهو في النشاط. هجيب لكم نشاط ثقافي، رياضي، فني، مسرح. انا قبل ما اجي على طول بيوم كان في كثير جدا من المحافظات عاملين مسرحه المناهج، واخدين كميه كبيره جدا من الطلبه بيدربوهم على المسرح وعلى الالقاء وعلى الشعر وعلى الكتابه طبعا. وعلى الرسم وعلى التصوير. شيء اكثر من رائع، جميل جدا طبعا. وعلى فكره انا مش بتكلم على مدارس خاصه او مدارس في مدينه، لا انا بتكلم في مدارس في قرى ومدرسات ومدرسين مبدعين على مستوى المحافظات على مستوى المحافظات يعني كلها. في الانشطه دي. بس مش بنقول بقى ان المدارس دي هي المدارس اللي موجوده في المدينه، لا ده انا بتكلم على المدرسه اللي في قريه. وانا هنا بوجه تحيه لكل معلمه وكل معلم مبدع مبتكر. طيب احنا عايزين بقى الولاد، يعني حضرتك وانت بتتكلم قلت النشاط الثقافي. العيال اتخنقت، هم يعني هياخدوا انجلش في الدراسه وهياخدوها كمان في الاجازه. ما هتسيبهم يغيروا جو؟ ما هو ده مش ده الانجليش اللي هم ياخدوه في الاجازه مش هو اللي بياخدوه في الدراسه. مع الدراسه محشور مع الماده تاريخ ورياضه وواجبات وضغط وامتحانات. ده في ولاد من كتر الدروس اللي بياخدوها بياخدوا حصه شرح وحصه امتحان. فتوتر شديد جدا. لكن في الاجازه بقى بياخدوا التدريبات والمواد الثقافيه عن طريق حاجه اسمها الجيميفيكيشن، اللعب. بيتعلموا عن طريق اللعب. يعني اللغه الانجليزيه عباره عن العاب، بيجمعوا كلمات عن طريق الالعاب. بيبقى في نشاط الولد او البنت بيزيد تحصيلهم الدراسي عن طريق ممارستهم للنشاط ده. تمام. وكمان الطالب اللي جاي ده احنا بنكره الماده الفلانيه، احنا متعقدين من الماده الفلانيه. لا ده ممكن لو مارس النشاط بتاعها في الصيف يحبها وتبقى من المواد المفضله له. طبعا دي بتشجعه بعد كده على يعني في الدراسه تبقى الموضوع عنده اسهل. للمره يعني الثانيه معلمين مصر ومعلمات مصر المحترمين المجتهدين اللي بينزلوا فعلا مبتكرين في ابتكار، والمديرين طبعا. اللي بيدعموهم طبعا. في مديرين اكثر من رائعين بيدعموهم وبيبذلوا معاهم مجهود جامد جدا وبيوفروا لهم موارد للمدرسه بتاعتهم للطلبه بتاعتهم، ويشجعوا الطلبه ان هم ييجوا ويشجعوا الطلبه ان هم يعملوا لهم مسابقات في الرسم ومسابقات في القدم. يعني في دوري حاليا شغال في المدارس لكرة القدم والرياضات. فاحنا بنشجعهم. احنا بقى دورنا كأولياء امور ان احنا نبعت ولادنا المدرسة ونشجعهم على ممارسة النشاط. تمام. طيب عايزة برضو اتكلم على ان في بعض الطلاب بيبقوا هم ما عندهمش رغبة انهم يكملوا في الصيف نشاط تبع المدرسة. يعني بيعتبروا انه المدرسة مدرسة خلاص، دي مرتبطة بالمذاكرة، هتفكرهم بقى بجو المذاكرة والامتحانات، فممكن يكونوا عايزين يعملوا الأنشطة بعيدة عن المدرسة في أماكن أخرى. فهل برضو يبقى ده طبيعي أو ده عادي عند ولي الأمر؟ ده عادي جدا جدا جدا. وعلشان كده أنا برضو بقول لولي الأمر هل النشاط عندك مرتبط بالمدرسة بس؟ لا، في أماكن كتير يعني في أدوار كتير. خد ولادك وروح رحلة. تمام. رحلات، اقعد معاهم. خلي بالك ان احنا طول الدراسة صعب جدا ان الاب والام يتجمعوا مع اولادهم في ظل الدروس وظل الدراسة وظل العمل واوقات العمل بتاع الوالد. لكن انت عندك في الاجازة فرصة كويسة قوي. والفقرة اللي قبل كده فقرة اكتر من رائعة، بر الوالدين وزيارة الاقارب. دي حاجات جميلة جدا. دي حاجات جميلة جدا احنا نوجه ولادنا ليها. ده احنا عن طريق القرب بين الأب والابن أو الأم
والابنه ممكن يعني يتدربوا على الحاجات اللي هم خدوها في المدرسه، عن طريق ان هو يقول له احسب لنا بقى احنا ايش مشترياتنا ايه، تمام. احنا دلوقتي هنروح نصيف في الحته الفلانيه او مم. هنقضي اجازه في الحته الفلانيه، احسب لنا بقى التكلفه هنقضي قد ايه وهنصرف قد ايه وهنعمل قد ايه. اذا هو طبق الحاجات اللي اخدها في الدراسه في الحياه العمليه. تمام. فالولاد يخرجوا مم. ويغيروا جو ويشوفوا مناظر ويشوفوا اماكن، وطبعا حاجه جميله جدا يعني. طب دكتور شادي، ايه العوائق او الصعوبات اللي بتبقى قدام الولاد بتمنعهم ان هم فعلا يستفيدوا من الاجازه الصيفيه او من اجازه الصيف عامه؟ بصراحه شديده، مم. بصراحه شديده الدروس. الدروس اللي هي الدروس بتبقى في الصيف، اللي يعني بتبقى في في الصيف، ناس بتدي دروس في فتره الصيف. في ناس الدروس لسه ما خلصتش، يعني هي عده مراحل، يعني عده اه. اسباب. اه. اهمها اللي بتقلق اي ام مم. وبتقلق اي اب هي الدروس. الدروس، طب انا عندي السباحه ميعادها كذا متلخبط مع العربي، مم. طب انا هروح ده ولا اروح ده؟ لا انا هروح طبعا العربي اهم. بيفضلوا طبعا تمام. الدرس. ونيجي بقى في شهر 7 مم. وفي شهر 8 ويطلق على الدروس التأسيس. مم. طب ما هو مدرس المدرسة بيأسس، يعني هل مدرس المدرسة لما مم. يجي له طالب ويلاقيه هو ضعيف في أي حاجة هل مش هيأسسه؟ لا، مم. هيأسسه. سيبوا الأولاد تمارس النشاط، مم. سيبوا الولاد تشم نفسها، مش لازم نبدأ دروس يعني لسه مخلصين نروح داخلين على الدروس ده على بيبقى طول. ورا بعض، دي بتبقى على طول متعبة بتبقى جدا. مدمرة، صح، بتبقى للأهل مدمرة. كمان، مش ده بس الولد بقى للطالب يعني. والبنت اه. خلاص هم ما خدوش اجازه، مم. ما شموش نفسهم. طب الحل ايه؟ الحل اللي احنا هنبدا الدراسه هيكونوا خلاص زهقوا، تمام. هيروحوا المدرسه المس بتشرح يونت 1 اللي هو خدها من شهر 7 مم. ودلوقتي في يونت 5 مثلا. تمام. فهو انت بتقولي لنا الكلام اللي احنا سمعناه قبل كده، مم. احباط للمعلم، احباط للطالب ذات نفسه، تدمير لنفسيه الطالب. لا، سيبوا الولاد تختار الانشطه، ما تضغطوش عليهم. وانا لما بكلم معلمين واقول لهم الله انتوا بداتوا دروس بدري قوي، ده احنا لسه بدري، ده الدراسه في 10 وانتوا هتبداوا لهم في 8 وبادئين في ناس في شهر قال لك تاسيس. لا، لا، يقول لك ده اولياء الامور هي اللي ضغط علينا عشان نقبل ولادهم. لا حضرتك، سيب الولاد يمارسوا الانشطه، سيبوا الولاد تروح المدرسه، المدرسه مجهزه علشان الانشطه الثقافيه والقراءه والمكتبه. ازاي احنا يكون عندنا مكتبه في المدرسه والولاد ما بتقراش؟ مم. ازاي نغفل لده؟ تمام. دي حاجة مهمة جدا. وهنا بوجه السادة المديرين المدارس مع أمناء المكتبة، تمام. خدوا الطلبة كلموهم، انشروا المواعيد بتاعة القراءة، قولوا لهم، اقترحوا عليهم كتب، عرفوهم أنواع الكتب. يبقى في مساعدة، يعني إرشاد وكل للطالب. محافظة فيها مم. مكتبة عامة، أيوه. خدوهم روحوا المكتبة العامة مم. مش شرط مكتبة المدرسة، مجانا، يعني ممكن مجانا. يخرج مكتبة عامة. طبعا تمام. اختار الكتب اللي انت عايز تقراها، مم. ابدأ اقرا. لازم تعلموا الولاد يا جماعة القراءة، مم. لازم تحببوهم في القراءة مم. عشان يطلعوا مبدعين ومبتكرين. مم. انما نسيب الولاد، طب خلاص الولد مش عايز يروح المدرسة وخلاص ما ينفعش نسيبه، مم. ما ينفعش نسيب الولد للفراغ. مم. الفراغ قاتل، الفراغ يؤدي للاكتئاب، الفراغ يؤدي الى التوتر، مم. الفراغ يدمر الابتكار، بالظبط، بيدمر كل حاجة. يدمر الابتكار. بالظبط. عايزه برضه اتكلم عن يعني الولاد في البيت، لو كانوا هم مش حابين مثلا في الاجازه انهم يمارسوا نشاط رياضي، فده بيبقى الام والاب يسيبوا حسب رغبه مش لازم الولد. رياضي، يعني ما يبقاش فيه لا ضغط. مش لازم يعني رياضي، في لا لا امهات لا لازم خالص. رياضه، لازم تلعب لا لا سباحه، لا لا لازم لا مش عارفه لا سله خالص، كده يعني. خالص. طب ما مم. في طالب اساسا هو ماسك الموبايل 24 ساعه مش عايز يسيبه، مم. هل انا هسحبه منه بالقوه؟ لا. ما هي طب ايه برضه رايك دي في صعب. التصوير؟ اه. ايه رايك في التصوير؟ مم. تعالى هنشوف المحافظه بتاعتنا ايه هي مم. الاماكن المشهوره بيها ونبدا نصور، مم. واعمل لك معرض، ونعمل توأمه بيننا وبين المدرسه، نعمل لك معرض للحاجات اللي انت مصورها، مش لازم رياضي. مم. طب انا بحب جدا 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 التمثيل، تمام، مم. فريق المسرح يشتغل. المفاجأة بقى والحاجة الجميلة ان وزارة التربية والتعليم هتنزل مم. كشافين مع وزارة الثقافة لاختيار المواهب، علشان ان شاء الله بإذن الله مم. في عروض فنية هتتعمل في الأوبرا المصرية، مم. وهتتعمل في المحافظات. دي من الطلبة هم الأبطال، مم. الطلبة هم الأبطال، الأبطال يمثلهم، مش بيمثلوا بس، مم. أبطال يألفوا، أبطال يألفوا شعر، أبطال يعملوا موسيقى تصويرية، مم. أبطال يرسموا خلفيات المسرح، تمام. وطبعا يمثلوا ويخرجوا مم. كمان.
طب يعني برضو في من ضمن الأنشطة اللي بتعملها كتير من المدارس نشاط الكشافة، برضو ده اه من الأنشطة الجميلة اللي بتعود الولاد طبعا. ازاي يعني يتعاملوا مع الصعوبات ويعتمدوا على نفسهم برضو. تحمل المسؤوليه، مم. ان انت تتحط في مواقف ومطلوب منك التفكير في حلول ليها. مم. طبعا ده احنا دايما بنقول للولاد احنا عايزين التفكير الناقد. مم. يعني ايه التفكير الناقد؟ يعني انت تنتقد اللي حواليك وتشوف حلول للمشاكل اللي موجوده. طب احنا عندنا بالفعل عندنا مشاكل، مم. عندنا مشاكل زي مشاكل التلوث، مم. عندنا مشاكل زي مشاكل الطاقه. طب احنا لما ناخد الولاد ونروح بيها على النيل مثلا، مم. المحافظات اللي فيها نيل، ويلاقوا كميه التلوث ويبداوا يفكروا في حلول، مم. يفكروا في حلول. انا في طالب اقترح حلول جميله جدا مم. في بعض المحافظات. هات لي المخلفات بتاعتك البلاستيك، مم. اشتري منك البلاستيك، اشتري منك الطعام، مم. المخلفات الطعام، مم. اشتري منك الزجاج. وبدل لما انت ترميهم مم. تستفيد بيهم مم. وتاخدهم نقاط او تاخدهم فلوس او تاخدهم حاجات عينيه. فدي افكار مين اللي عملها؟ الطلبه. ايوه. الطلبه وبيفكروا. وفي طلبه، يعني في طلبه دلوقتي في اعدادي وثانوي بيفكروا في مشاكل الميه وازاي يحلوها. ده هيجي ازاي وهم داخل الفصل بس ولا لما بيخرجوا؟ اه لازم يخرجوا طبعا. ولازم يشوفوا البيئات المختلفه. مم. كل احنا يعني الحمد لله مصر متنوعة البيئات. مم. عندنا البيئات البدوية وعندنا البيئة الساحلية وعندنا البيئة القارية، عندنا كل البيئات. مم. فلو في تعاون بين الاثنين بين كله هيكون في حل كتير جدا لكتير جدا من المشاكل. بالظبط. طيب يعني جوه البيت برضو خلينا نقول لو الطلبة او الولاد مش عايزين يخرجوا اي نشاط مثلا خارج المنزل، ازاي جوه البيت الام والاب بيبقى لهم دور انه انتوا ماشي اوكي قاعدين في راحة، بس هتعملوا ايه جوه البيت؟ والله انا شايف لو كل ام مم. وكل اب، لو هو داخل البيت وخلاص مش عايز ولاده يخرجوا، مم. مجرد ان هو يقعدوا مع بعض ويتكلموا مم. ويطرحوا مواضيع وياخدوا الاراء، هنا بيعلموا الولاد على الديمقراطيه مم. وعلى الراي والراي الاخر. تمام. لان انا كاب وكراعي للاسره، لكن انا بسيبك تقول رايك وممكن اقتنع بيه مم. واخد رايك بيه. تمام. والام برضو تاخد رايها وتسمع بيه، والبنت نفس الحكايه. اذا مجرد طرح المواضيع وابداء الاراء، ان مم. احنا كلنا نبدي ارائنا لبعض وكل واحد يقول حل له. مم. وممكن كمان احنا كمان يعني ندعو قرايبنا ان هم يجوا يزورونا مم. في البيت. تمام. ال الاهل والاقارب دي حاجه جميله جدا وصلات جميله جدا جدا جدا. مم. احنا بنفتقدها في الدراسه، احنا بنفتقدها في الدراسه. الحاجات الدينيه بقى، مم. الحاجات الدينيه زي القراءه بتاعه القران والحفظ والصلاه والحاجات دي، الحاجات دي لو عملناها وكل اب قعد مع ابنه وبدا يديله بعض القيم مم. الجميله جدا، دي حاجات جميله جدا جدا تمام. جدا وهتعود على الاب بالنفع. بالظبط. دكتور شادي نورتنا، وانا بشكرك على هذا اللقاء، ويا رب يكونوا مشاهدينا كمان استفادوا معنا. شكرا ليك. انا بشكر لحضرتك جدا، شكرا جزيلا. شكرا ليك. شكرا جزيلا. شكرا. بشكر دكتور شادي عابد دكتوراه تكنولوجيا التعليم، وبشكركم جدا على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده، ودايما تابعونا.